السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد اليوم ان شاء الله على الخميرة الطبيعية، كيفاش نحافظوا عليها. اليوم يمكن هي 18 يوم ولا 19 يوم هي عندي. طريقة التغذية ديالها كيفاش نغديها وبأين نوع ديال الدقيق اللي نغديها، واش نفس النوع ولا نبقى نبدل فيه. بقاو معنا غادي نشرح لكم بشرح مبسط باش تقدروا توافقوا واحد المدة ما بقى عندكم حتى عام. كيفاش وعلاش مرة الانترو. كيفاش نحافظوا على الخميرة الطبيعية ولا الخميرة البلدية؟ هي التغذية. حيتاش البكتيريا النافعة والخميرة كتحتاج تغذية باش دير ديك التفاعلات ديالها. الطريقة ديال التغذية ديالها كيفاش؟ دابا هادي أول حاجة غادي نعبروها، من بعد ما نعبروها خصنا نقصو منها الثلث تقريبا النصف باش نزيدو الكمية ديال الماء والكمية ديال الدقيق باش ديك البكتيريا تغذى. أول حاجة غادي تشوفو معايا نحلو هادي شي سباتول ياك غنديروها شوف جارية. علاش؟ البكتيريا النافعة تفاعلات يعني خصها تغذى أكثر. الطريقة باش غنغديوها مثلا دابا عندك هادي 100 غرام غادي تنقص 50 غرام. ديك 50 غرام باش تعوضو ماء، نزيد عليها شويه دقيق. والدقيق شوف درتيه المره الاولى كامل وانت غادي كتولف ديك البكتيريا ديالك وديك الخميره ديالك الدقيق تيولي ابيض سامرش. دابا يلاه نمشيو نعبرو نديرو داكشي نظري، اما نظري وتطبيقي في نفس الوقت. اما اللي ما عندكش الميزان ولا ما عندكش حي 2 معالق عوضهم معلقه طحين معلقه. هادي الا كنتي في الدار، اما كنتي خدام وعندك الميزان هادي هي الطريقه الصحيحه. بقاو معايا. دابا نعبرو المكونات اللي عندنا. اول حاجه حطيت واحد القرعه الدساج بحال ديال فين حط الخميره بدلا زيرو. هنا عندنا 215 غرام ديال الخميره، غادي نقص منها 60 غرام باش تكون عندك العبار ديال 140 150. انا عبر المكونات ديالي الماء والدقيق 30 غرام 30 غرام درت زيرو. من بعد حطيت المكونات ديالي 30 غرام ديال الماء 30 غرام ديال الدقيق. من بعد غادي نقص 60 غرام ديال الخميره كما كتشوفوا معايا. نعطيكم داكشي بالشرح الموبيل بالشرح مبسط، يعني بطريقه مبسطه كما كتشوفوا معايا. 60 غرام ديال الخميره اللي حيت. من بعد غنشد الخميره ديالي من بعد ما حيت منها ديك 60 غرام غادي نعمرها. غندير فيها 30 غرام ديال الدقيق 30 غرام ديال الماء ونخلط مزيان حتى يولي عندي واحد الخليط متجانس. ومع الجناب كامل خصني نحيد داكشي ديك الشظايا كامل اللي كنت تما خصني نحيد داكشي كامل خصو يبقى يتخلط مزيان. ما تنساش واحد الحاجه، علاش كنقول لكم ديما الجناب تحيدوهم وتفينيوهم مزيان؟ علاش؟ حيت الا يبسوا غادي يتعفن لينا، ولا تعفن لينا غادي يخرجنا على الخميره، والخميره ما دوزناش واحد المده طويله في الثلاجه. وكيفاش تحافظ على الخميره؟ دابا انا مثلا ما بغيتش نخدم بها غنحطها في الثلاجه. من فوا نبغي نخدم بها غادي نغديها نخليها واحد 3 سوايع حتى 4 سوايع حتى تولي فواحد الحجم مناسب. تما نخدم بها عاوتاني. فوا نخدم بها نغديها كتغدى 2 مرات 3 المرات في النهار، وكتعطيك واحد اللوكو زوين في العجينه وكتكون بيرفكت ديال بصح. وهذه هي الطريقه ديال التغذيه. من بعد كنديرو بابي سولوفان كنديرو شي اتقى من الفوق وكنسدوها وكنخليها 3 سوايع. من بعد غادي تشوفوا معايا النتيجه في اخر الفيديو ان شاء الله باذن الله. الطريقه ديال التغذيه شفتوها بالميزان وكل شيء، وعقلوا على هذا الحجم فين غادي تكون مورا 3 سوايع. درجه حراره الغرفه اذا كانت عندكم بارده درجه الحراره تكون دافيه. شوف خليو هنا غتولي 3 سوايع. من بعد ما دازت واحد 3 سوايع درجه الغرفه شوف كي ولات. دابا غادي نخدم بها
حتى للفوق كما كتشوفوا معايا. مي عاد بغيت تخدم بها شنو خصك دير؟ تخرجها من الثلاجه، تغديها، تخليها في درجه الحراره ديال الغرفه ولا فشي مكان دافئ واحد 3 سوايع حتى 4 سوايع، من بعد تخدم بها كما كتشوفوا. ها اللوغو ديالها. وشحال المده اللي تبقى عندك كاع؟ تقدر تبقى عندك حتى لمده عام. غير واحد الحاجه، دابا نغديها نحيد منها واحد الكميه، انا نحيد منها واحد الكميه غادي نرجعها للاباص ديال 200 غرام ديما. دابا يكون فيها شي 300 غرام شرط نفخات وكتشوفوا شنو فيها، خصك ديما ترجعها لاباص وتنقص منها. هي فيها في الاصل 200، نقص منها 60 ونغديها كما كتشوفوا. حتى لهنا الفيديو ديالنا يكون سالا، نتلاقاو في فيديوهات اخرين. ما تقولش علينا بجيم بارطاج.